وبيبدأ فيلم النهاردة وبنتعرف على هيمي اللي كان راجع من السفر لأنه كان بيدرس بره ودلوقتي اتخرج من الكلية وبيشوف عيلته وبيتبسط جدا لما بيشوفهم لأنه بقاله سنين ما شافهمش. لكن هيمي بيتصدم لما بيشوف عيلته إنهم على وشك يفقدوا بيتهم في أي وقت، وإن المحل اللي كانوا فاتحينه اتقفل بسبب الديون اللي كانت عليهم، وحاليا هم مش معاهم أي فلوس والعيلة ماديا منهارة. وهيمي نفسه يلاقي فلوس فبيدور على شغل، بس ما كانش في حد بيرضى يشغله برغم إنه لسه متخرج. فأخته بتقرر تساعده فبتجيب له شغل في المكان اللي شغاله فيه، وبتشغله عامل نظافه في قصر واحده اسمها فيكتوريا كورت اللي بتكون رئيسه تنفيذيه لشركه كورت. وفي يوم كان هيمي واخته شغالين في قصر فيكتوريا، وبترجع فيكتوريا من بره وبنتعرف على بيت اخوها جيني كورت، وبنشوف اعلان من شركه كورت عن مشروع اسمه اوماك، ودي عباره عن بدله خارقه ومليانه مميزات. وفيكتوريا كانت بتخطط تبيع الاختراع ده للجيش، بس جيني كانت رافضه ان الشركه تشتغل على مشروع اوماك لان الملف بتاع المشروع اتقفل من زمان، من قبل ما ابوها كيت كورت وهو كان المدير التنفيذي السابق لشركه كورت. وجيني بتطلب من فيكتوريا توقف المشروع، لكن فيكتوريا بترفض وبتقول لها ما تنسيش نفسك، انا صاحبه الشركه وانا مشغلاكي عشان ابوكي مش اكتر. وبتهددها وبتقول لها ما تقفيش في سكتي. وكيريكس الحارس الشخصي لفيكتوريا كان هيضرب جيني، وهيمي كان سامع الحوار اللي داير بينهم فبيقرر انه يدخل في حاجه ما تخصهوش. ففيكتوريا بتطرده هو واخته من البيت، وبيطلعوا هما الاتنين بره من البيت، وجيني بتيجي وراهم وبتتاسف لهم انهم اتطردوا من شغلهم، وبتدي رقمها لهيمي وبتوعده انها تشوف له شغل تاني. وهيمي بالليل كان متردد يقبل الشغل من جيني ولا لا. وتاني يوم العيله كلها بتوصل هيمي قدام شركه كورت، وفي نفس الوقت جيني اتسللت لغرفه محظوره في الشركه وبتسرق جعران اثري للشركه، وخبت الجعران في صندوق اكل، والجعران ده كان قطعه مهمه جدا في مشروع اوماك. وهيمي بعدها شاف جيني فجرى عليها، وفي نفس الوقت جرس الانذار بيشتغل بسبب اختفاء الجعران. فجيني بتدي لهيمي الصندوق اللي فيه الجعران وبتطلب منه انه يخبيه في مكان امن، وبتحذره بشده انه ما يفتحش الصندوق ده نهائي. وهيمي لما بيروح يحكي لعيلته عن اللي حصل فكل اهله بيقولوا له انه يفتح الصندوق، واخته بتفتحه وبتشوف الجعران وبيفضلوا يحدفوا الجعران لبعض. فبيتضايق هيمي منهم وبياخد الجعران منهم، وبمجرد ما مسك الجعران بينور وبينط على وشه. والعيله كلها بتخاف على هيمي وبيحاولوا يشيلوا الجعران من على وشه بسرعه، بس في كهرباء بتطلع من الجعران وبتنتشر في البيت كله وبترمي رودي بعيد عن هيمي. وبعدها الجعران بيدخل في جسم هيمي، وهيمي بيزعق لما جسمه بيبدا يتحول وبيظهر عليه بدله زرقاء. وبعدين بيسمع صوت واحده من جوه البدله، وده بيكون سيستم في الجعران اسمه جايدا. وجايدا دي عشان توري لهيمي قدرات البدله وتطيره في السماء، وبتخليه يخرج بره الغلاف الجوي ويشوف الارض من فوق لمده ثواني. وبعدها بيقع وفي جناحات بتطلع من ظهره قبل ما يقع في الميه، وبدله بتخليه يطير وبيقع على العربيه. وكان في اتوبيس بيقرب منه فالبدله بتطلع درع وبتحميه وبتقسم الاتوبيس نصين، وهيمي بيطير لا اراديا وبيرجع لبيته وبيظهر قدام عيلته وهو عريان وبيدوخ وبيغيب عن الوعي. ولما فاق بيروح يلبس هدومه وبيزعق لما شاف الجعران لازق في ظهره، وبيصرخ وبيقرر يروح لجيني الشركه. بس رودي بيقول له ان ممكن شركه كورت تكون عامله علاقات كويسه مع الشرطه، فلو الشرطه عرفت ان في سلاح قوي موجود في جسم هيمي فكلنا هنروح في داهيه. لكن هيمي بيهرب بسرعه وبيحاول يدور على جيني عشان تشيل الجعران، وبيشوفها وهي بتهرب من شركه كورت فبيركب معاها العربيه وبيهربوا وبياخدها معاه لبيته. ورودي ما كانش موافق بوجود جيني، وجيني متجاهله وبتسال عن الجعران وبتتفاجئ انه في هيمي، وبتقول له ان الجعران ده سلاح قوي ومدمر، وان الجعران هو اللي اختار هيمي عشان يرتبط معاه. وجيني ما كانتش تعرف ازاي تشيل الجعران من هيمي، لكن كانت تعرف المخبأ الخاص بتاع ابوها. فبتقول ممكن نلاقي اجابات اسئله كتير، بس عشان ندخل المخبأ محتاجين مفتاح معين موجود في شركه كورت. وبعدها رودي بيوصل هيمي وجيني عند الشركه، وهما الاتنين بيتسللوا لجوه عشان يسرقوا المفتاح. لكن قبل ما يهربوا الحارس الشخصي كريكس بتاع فيكتوريا بيكون بيجري على هيمي عشان يضربه، فبتظهر البدله الزرقاء على هيمي، وبيكون الحارس عنده النسخه الاوليه من مشروع اوماك وبيتنافسوا. وجيني بتهرب على العربيه، لكن هيمي ما قدرش يقف قصاد كريكس عشان لسه مش عارف يستخدم البدله. وكريكس كان هيقتل هيمي بس رودي بيخبطه بالعربيه، فهيمي بيركب معاهم العربيه وبيتحركوا، وكانوا في طريقهم لمخبأ ابو جيني. وبيدخلوا المختبر السري بتاعه، وبيطلع انه كان مخبي بدلته الخارقه ومسمي نفسه بلو بيتل. ورودي بيقول لهيمي ان بلو بيتل كان بطل خارق زي سوبرمان وما كانش قوي زيهم، بس بلو بيتل كان عبقري. ورودي بيقعد على الكمبيوتر وبيخترقه. وجيني وهيمي بيطلعوا الدور التاني، وبتقول لجيني ان ابوها قعد عمره كله بيدرس الجعران، وام جيني هي اللي الهمت ابوها ان يصبح بطل خارق. لكن الجعران ما اختارش ابوها، فقرر ان يصنع بدله خارقه لنفسه ويعمل لنفسه معدات ويسمي نفسه بلو بيتل. ولما ام جيني ماتت بلو بيتل اختفى بعدها على طول ومحدش عارف عنه حاجه. وجيني عجبها علاقه هيمي بعيلته،
بس في نفس الوقت كانت حاسة بالغيرة لأنها كان نفسها يكون عندها عيلة زيها. وبعد ما جيني فتحت قلبها لهيمي كانت بتميل عليه عشان تبوسه، بس بيدخل عليهم رودي اللي جه عشان يقول لهم إنه نجح في اختراق كمبيوتر أبوها وإنه لقى شوية معلومات عن الجعران. ارتبط معاه واحد قبل كده اسمه تان، وتان ده أستاذ بلو بيتل، بس الجعران سابه لما تان مات، وبيطلع إن الجعران مش بيطلع مع اللي ارتبط بيه نهائيا إلا لما بيموت، والجعران بيحمي الشخص اللي بيرتبط بيه بكل الطرق. وهيمي بيتضايق لما بيسمع الكلام ده لأنه كده هيفضل مرتبط بيه مدى الحياة، ومش بيرضى يتكلم مع جيني لأنها السبب في اللي هو فيه. فرودي بيروح يتكلم معاه وبيقول له إنه ممكن مكتوب له يكون شخص عظيم بفضل الجعران اللي جوه جسمك. وفعلا هيمي بيبدأ يقتنع، بس هيمي بيشوف طيارة تبع فيكتوريا طايرة في السماء ورايحة لبيت عيلة هيمي، فبيحاول يتحول ويلبس البدلة بس مش بيعرف. فبيفتكر كلام رودي ان الجعران بيحمي الشخص اللي مرتبط بيه، فبينط من السطح وفعلا بيلبس البدله وبيطير. وهيمي بيرجع لبيته وبيحمي عيلته من رجاله فيكتوريا. ولما فيكتوريا شافت ان الرصاص مش هيقتل هيمي بتؤمر رجالتها يضربوا الرصاص على اهل هيمي، فهيمي بيحمي اهله بجناحاته وبيهزم معظم رجاله فيكتوريا، بس عيلته بيطلعوا يجروا. بس واحد من رجاله فيكتوريا بيوقع اخته، فابوها بيجري عليها عشان ينقذها لكنه بيتضرب وبيقع على الارض. وهيمي كان بيتخانق مع رجاله فيكتوريا، وبعدين بيركز على كريكس، وكريكس كان مجهز سلاح عشان يضرب بيه هيمي، بس ابوه بتجيله سكته قلبيه وبيقع. فهيمي بيحاول يجري على ابوه، بس كريكس بيضربه بسلاح كهربائي بيجيب هيمي الارض وبينفجر البيت كله، والعيله كلها بتتجمع حوالين ابوه وبيعيطوا عليه. بس هيمي اتقبض عليه من رجاله فيكتوريا واتاخر، وكان خلاص ابوه مات. وتاني يوم العيله بتقسم انهم لازم ينقذوا هيمي باي شكل، وجيني بتاخدهم لقصر ابوها وبتركبهم طياره كانت بتاعه ابوها اسمها طياره الحشرات، وهيستخدموها وهم رايحين ينقذوا هيمي. وجيني بتسيبهم يستخدموا اسلحه ابوها ويحطوا الخطه، وبيتحركوا بعدها على جزيره مهجوره فيها هيمي، وهنا كانوا بيطوروا اوماك. وبعدها كانت جيني والعيله بيوصلوا وبيهزموا معظم رجاله فيكتوريا باستخدام جزء من طياره الحشرات. وجيني واخت هيمي بيتسللوا عشان يلاقوا هيمي. شافوه في اوضه جواها وحدات كتير قوي من اوماك بتعزز وتستمد قوتها من الجعران. ومن الناحيه التانيه بتقول فيكتوريا انها بتخطط تبني الالاف من الجنود الخارقين، وعمليه نقل الطاقه من الجعران لاوماك هتموت هيمي. بس العالم اللي كان مسؤول عن كل ده ما كانش موافق على خطه فيكتوريا، بس هي بتجربه يشتغل. وبيبدا بجهاز اوماك لكريكس وهيمي، وبيبدا يزعق وبيكلمه بس القوه بتتسحب منه وبتروح لكريكس وقلبه كمان قرب يقف. فهيمي بيشوف رؤيه ابوه وهو بيحضنه وبيقول له تقبل قدرك. وفي نفس الوقت جيني واخته وصلوا اوضه هيمي وحطوا متفجرات على الحيطه اللي موجود ورا هيمي، وبيتحرر هيمي بس بعد فوات الاوان. وكريكس شحن قوه جباره، والعالم كان عايز يساعد هيمي بس كريكس قتله. وهيمي لما شاف كريكس طلع يجري عشان هيمي ما كانش يقدر يهاجمه دلوقتي لان الجعران استهلك بقوه. وشاف جدته ماسكه سلاح وبتخلص على رجاله فيكتوريا، وبيرجعوا الطياره وبيكتشفوا ان جيني واخته لسه جوه المبنى وبيرجعوا علشانهم. بس جيني كانت فاقده الوعي، ولما فاقت كانت قضى عليها من فيكتوريا. اما اخته فكان بيطاردها رجاله فيكتوريا، فبيوصل هيمي وبيموت رجاله فيكتوريا وبينقذ اخته. وبيكتشف هيمي ان جيني مش موجوده، وبيظهر كريكس وبيهاجمه وبيدخلوا في معركه وهيمي كان هو خسران. وقبل ما كريكس يقتله بيوصل رودي وبيرمي حجاره على كريكس، فبيرمي كريكس بصاروخ. فهيمي بيفتكر ان عمه ابوه مات، فبيتعصب وبيبقى عاوز ينتقم لهم، فبيجمع قوته بيهاجم كريكس. وهيمي بينزل في كريكس ضرب وكان عايز يقتله، بس اخته بتمنعه. وكانت اخته عندها القدره انها توري لهيمي الماضي بتاع كريكس ده لان الجعران كان مرتبط بكريكس. وبيطلع انه فقد امه في وقت صغير بسبب هجوم ارهابي. اصبح بعدها جندي من وهو صغير وتربى في بيئه قاسيه جدا. وبعدها اخدته فيكتوريا ودخلته تجارب، والحياه القاسيه اللي حواليه حولته لشخص متفجر القلب. وهيمي لما عرف قصته صعب عليه وقرر ما يقتلوش ويساعده ويقومه. وفي الناحيه التانيه كانت جيني في الطياره مع فيكتوريا، وبتقول فيكتوريا ان معاها نسخه تانيه من بيانات الجعران وهي تقدر تبدا من تاني وتصنع بدل. وجيني بتطلع لبانه بتتنفخ جامد وبتملى الطياره وبتموت الطيار، وبعدها بتوقع الطياره وبينجو بفضل اللبانه. وعلى طول جيني دمرت الجهاز اللي عليه بيانات الجعران، وبيجي هيمي والحارس الشخصي فبتأمره فيكتوريا ان يقتل جيني وهيمي، بس بيرفض لاول مره وبينقلب على فيكتوريا لانها بتعامله كفار تجارب. وبيشكر هيمي وبيهرب هيمي وجيني، وبيفجر كريكس بدلته في المعمل مع فيكتوريا. وبيرجع هيمي الطياره وبيطلع عمه لسه عايش، وبتكون جيني هي الرئيسه التنفيذيه لشركه كورت. وبيكون عيله هيمي قدام بيتهم المحروق، فبتيجي جيني تديهم عربيه وبتقول لهم الشركه مسؤوله عن بناء بيت جديد. وبعدها بيجري هيمي وراها وبيعرض عليها يطير بيها على بيت ابوها، وبيعترفوا لبعض بحبهم. وبيروح مختبر ابوها وبيجي رساله انه لسه عايش وبيخلص فيلمنا لحد هنا.